السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تخيلي نعمل رقاق والعيش الشامي من نفس العجينة. ايوه والله، عجينة واحدة بس هتعملي بيها اتنين من اهم حاجتين بنحبهم في شهر رمضان على السحور. يعني لو عندك دي ومية بس هيبقى الفيديو ده معمول عشانك. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان هقولك على السر اللي هيخلي الرقاق يطلع معاكي طري والعيش ينفخ زي الجاهز بالظبط. وزي ما انت شايفة كده ما شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. يلا بينا نبدأ على بركة الله. معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليها معلقة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخميرة. الرقاق عليه خميرة، أيوة جربي بس الطريقة دي وهتحبيها كل مرة بالخميرة. وبدأنا حطينا بقى اللبن بتاعنا، لبن رايب لبن حليب الموجود عندك حطيه. كيلو دي يا بنات بياخد 3 كوبايات من السوائل. حطيت أنا كوبايتين من اللبن الحليب، وهنبدأ نكمل بالمية. حطيت كمان حوالي 50 جرام من القشطة، قشطة وش اللبن. وهنبدأ نعجن، يعني حطينا المواد الجافة الأول على بعضها وبعد كده نحط المواد السائلة. جميل جدا، وأي واحدة مبتدئة تقدر تعمليه وهتحبيه قوي. الطريقة ديت في سحور رمضان ينفع معاكي إلى أي، بس هي العجينة اقتصادية جدا. ينفعك في عزومة لو انت مستعجلة، بتوفر معاكي وقت ومجهود. هتعملي الرقاق والعيش الشامي من عجينة واحدة. هنلم كده معانا زي ما انت شفت كده. هنبدأ ننزل بالسمنة، نص كوباية من السمنة. يبقى الكيلو معانا بياخد نص كوباية من السمنة. ما حطيتش زيت لان السمنة هنا تخلي العجينة معاكي طرية ولها تست حلو كده. هنلم العجينة كده لحد ما تفتح معاكي وتسيبي ايديكي والعجينة تبقى معاكي طرية وسلسة كده. احنا في جو شتاء، العجينة ما تخليهاش يابسة، ما تخليهاش ناشفة، خليها سايلة شوية عشان تنفرد معاكي بكل سهولة. هنبدأ نعجن كده زي ما انت شفتي مدة ما تقلش عن 5 دقايق لحد العجينة ما تفتح معاكي. العجينة هنا لازم تبقى طرية شوية مش ناشفة. كل ما كانت طرية النتيجة هتبقى أحلى وأحلى في الرقاق وفي العيش. تمام. هنبدأ بقى بعد ما عجناه كده هنسيبها حوالي بالظبط ربع ساعة ترتاح، مش تخمر، لا، ربع ساعة ترتاح. بصي بقى شكلها فتحت ازاي لما سبت العجينة ترتاح. هنبدأ نجيب العجينة معانا هنا، ونبدأ معانا هنا صينية الأول هندخل عليها كده حبة من الردة. الردة دي يا بنات اللي هي نخالة الدقيق. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بتبقى نخالة الدقيق وبتبقى ناعمة. حابة تحطي العجينة بتاعتك ونقرصها ونكورها كده كور على الدقيق، مفيش مشكلة. هنحط حبة من الدقيق كده عشان نقرص كده العجينة. تمام. بص على حسب القرص، حابة تعمليها كبيرة صغيرة. انا عملت القرصة هنا معايا حوالي 60 او 70 جرام. تمام، او الكرة بمعنى اصح، مش القرص عشان ما تفتكروش ان احنا عاملين قرص. احنا عاملين هنا رقاق وعيش شامي بعجينة واحدة. وزي ما انتوا شايفين كده بنكور العجينة كورة متوسطة، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يعني بحجم ايدك كده بتبقى مناسبة قوي. تمام. وبعد ما بنكورهم كلهم بالشكل ده بنغطيها حوالي 10 دقايق يرتاحوا. الخطوة دي مهمة جدا جدا عشان لما تيجي تفردي العيش او الرقاق ما يردش معاكي تاني، ينفرد معاكي بكل سهولة. شايفين الكورة؟ هنجيب بقى مطرحة او على الرخامة كده. كله هيطلع العيش تحفة بإذن الله، والرقاق يطلع تحفة بإذن الله من ايدك الحلوين. بس لو لسه ما عملتيش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده، ولو أول مرة بتشوفوا قناتي يا ريت تشرفيني وتضغطي على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر تحت الفيديو عشان لا يجيلك إشعار لما أجي أنزل فيديو جديد. هنا بقى بفرد الرقاق، هفردها على حبة من الردة كده، ونبدأ نفردها من على الطروف بالشكل ده عشان تبقى رقيقة شبه الورقة كده. كل ما تبقى الرقاقة معاكي رفيعة يطلع خفيف ومورق، من غير بقى تعقيدات ولا أي حاجة. يعني عجينة واحدة هتعملي الاتنين، الرقاق والعيش الشام. وطبعا ما نستغنوش عنها في شهر رمضان مع السحور. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. هنفرد كده الرقاق زي ما انت شايفة بتبقى جميلة وخفيفة وزي الفل وتبقى رفيعة. الموضوع كله الفرد بيبقى بسيط جدا. تعالي بقى ناخد كمان كرة مع بعض كده اهي. طبعا الرقاق يا بنات بنفرده ونوديه على الفرن على طول، انما هنا العيش الشامي بنفرده فردة متوسطة وبنسيبه على جنب كده يرفع او يخمر عشان يبقى ما يبقى منفوخ من النص كده اهو، لا تخينة قوي ولا رفيعة قوي، بالشكل ده كده. تعالى نعمل معاكم كمان واحدة. زي ما انتوا بتشوفوا كده الفرق بين العيش والرقاق، العيش بيبقى متوسط والرقاق بيبقى رفيع. الموضوع كله فردة مظبوطة. المهم انك تفردي الرقاق على الاخر كده لحد ما يبقى رقيق، والعيش بيبقى متوسط بالشكل اللي انت شفتيه ده. الموضوع كله بسيط وما فيهوش تعقيدات خالص، وعجينة واحدة هتعملي الاتنين. وكل سنة وانتوا طيبين.
ممكن تعملي كمية وتحطهم في الفريزر، وساعة كده السحور بتطلعيه قبلها بحبة كده حوالي 10 دقايق، هتسيبيها هتلاقيها فكت وتبقى كأنك لسه عاملاهم دلوقتي اهو. شايفين الرقاق ما شاء الله، والعجينة سلسة معايا زي ما وريتكم، لان سبت العجينة ترتاح، وكمان عجنتها عجنة مظبوطة وما خليتهاش ناشفة، خليتها سلسة وطرية شوية عشان تنفرد معايا بكل سهولة. والسر بقى الوحيد انك انت تسيبي القرص او الكور بمعنى اصح، او الرقاق والعيش الشامي اللي احنا عملناه ده بعد ما كورناه، ان هو يرتاح شوية، بيرتاح شويه عشان لما تيجي تفرديه زي ما انت شفت كده ينفرد معاكي، مش تيجي مثلا تفرديه بالعجل او الفراده تلاقيها ترد معاكي على طول، لا بتنفرد بكل سهوله. شايفين ما شاء الله، حلوه جدا والعجينه مظبوطه واقتصاديه، ومش محتاجه اي مقادير، ميه ودقيق بس هتعملي احلى. شايفين بوريكم ازاي احلى عيش شامي، واحلى كمان رقاق. بوريكم ان العجينه مرتاحه ازاي ما شاء الله. اعملوه بالطريقه دي ان شاء الله، انا واثقه انها تعجبكم. عايزه اقول لكم ان العيش الشامي بسيط جدا جدا ومش محتاج تعقيدات، السر كله في العجينه، انك تبقى طريه مش العجينه ناشفه، لان لو العجينه ناشفه معاكي العيش مش هينفخ معاكي. تمام. هنخلص كله بالشكل ده، بس اهم نقطه باكد عليها انك انت تعملي العيش الشامي وتسيبيه على جنب وتغطيه بقماشه بتاعه المطبخ، وتسيبيه لما يرفع زيه زي القرص، سيبيها لما يرفع كده، وبعد كده تخبزيه في الفرن. ولكن الرقاق على طول بنفرده ونخبزه على طول في الفرن. تمام. هنخلص كله بالشكل ده ونبدأ بقى نروح على الفرن بتاعنا، ويكون الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200. هنبدأ بقى نحط فيه الرقاق الأول زي ما قلت لكم، وهنسيب العيش الشامي معانا يرفع. شايفين ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده الفرن على أعلى درجة حرارة. تمام. لو انت هتعمليه في الفرن الغاز بيبقى على درجة حرارة 200. بتسوي الرقاق الأول والجميل وطالع عامل ازاي، وينشفش منك وبيستوي على طول وياخدش وقت خالص. اهم حاجة انك تحمري الوش كده من فوق، وبقى تحت النار في الارضية تحت على نار وسط. شايفين ما شاء الله بتنفخ ازاي، ولقمة طرية وحلوة في سحور رمضان. وكمان جربيه بس بالخميرة دي هتدعيلي قوي. تمام. شايفين ما شاء الله. بعد ما نخلص بقى الرقاق هنحط على طول العيش الشامي نفس العجينة، وبس بيكون بيتفرد متوسط السمك زي ما وريتك، مش تخين قوي عشان يتنفخ، ولا رفيع قوي عشان ما يتحرقش منك. تمام. الفرن بيكون سخن وهتدخليه على الرف الوسط اللي انت لو انت عملتيه في الفرن الغاز. شايفين طالع ازاي؟ تعالوا بقى اوريكم احلى عيش شامي واحلى رقاق من عجينه واحده، بجد هبهركم. وهتعملي كميه وتحطيه في الفريزر، وطول شهر رمضان تاكلوا رقاق وعيش شامي من نفس العجينه واحده، واقتصادي وسهل وبسيط وما بياخدش وقت خالص. زي كمان اقول لكم السر كله في الحراره، في درجه الحراره والطري هيطلع طري، ولو العجينه طريه معاك والفرن سخن العيش هيطلع تحفه. لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك وتعليق عشان ارجع انزل اكتر واكتر، واستنوني والجاي احلى.